تكملة لتملي المشكلة السكانية في مصر. احنا لازم نشوف الأمور بوضوح يا جماعة، ما احنا مدخلين كله في بعضه. يعني أنا دلوقتي لما الحكومة بتشيل المناطق العشوائية وتروح تحطها في مناطق تانية وفي عمارات تانية وبتدي تسهيلات فظيعة علشان الناس تقعد، عشان يقعد ويعيش في مستوى آدمي، ماشي اوكي، دي حاجة حلوة جدا. او بتطرح شقق عن طريق البنك ولا whatever باسعار يعني متهاودة عشان الشباب يحجزوا فيها، حلوة قوي. حضرتك انا كده دلوقتي عندي 3 انواع من الشباب. في الشباب اللي هو العشوائيات اللي انا هنضفه واحطه في منطقة نظيفة، يبقى انا كده انا خدمته. وفي الشباب اللي انا بقول له روح في منطقة بدر ولا او في المحافظات، يروح في حتة، برضو خدمته. لكن الشباب المظلوم بقى بجد بجد، اللي هو عايش في مستوى اجتماعي هنقول متوسط ثقافيا، مش متوسط ماديا. يعني ابني وابنك وابن جارتي، اللي هو دول عيال متربية قوي، مش بتوع مشاكل، مؤدبين، مش شكرانية في ولادنا، بس هما كده، هما اتربوا كده، اهاليهم كده. وده محتاج يا حبيبي شقة. تقوم حضرتك تطرح عليه شقة ب2 و3 مليون وبقسط شهري 20 و25 ألف جنيه، وهو ولا نقول كده بيقبضوا 10 15 ألف جنيه. ده لما يقول ده أنا باشا، ده أنا بقبض. طب والنبي ده اروح بيه فين؟ ده ذنبه ايه؟ ده هيعمل ايه ده؟ اولا ده مش هينفع يقعد في منطقه عشوائيه ولا منطقه شعبيه يبقى جاره بيشرب حشيش ولا بيشرب زفت ولا مخدرات، مش هينفع. ده مش هينفع يعيش في المستوى ده. ده بقى اللي المفروض نبص له، اللي هو الولد الكويس المتربي كويس، اللي اهله طلع عينهم عشان يصرفوا عليه وعلموه في مدارس كويسه، بس ما فيش امكانيات ماديه ان هو يجيب شقه. اما انا اقول له شقه قسطها ب 20 ولا 25 الف جنيه، ايه الرقم ده؟ يعني الرقم ده انا مش فاهماه بجد مش فاهماه. وما اعرفش كل 3 شهور تدفع قد ايه. انت بتتكلم اكنك بتتكلم مع واحد مثلا بيقبض له في الشهر 200 300 الف جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجات غريبة، اسعار غريبة وشروط غريبة وشباب زي الفل بس ما عندوش امكانيات. طب نعمل له ايه ده؟ يعني ايه يعني مش هروح انا احجز له شقة في مع عشوائيات ويطلع في بيها. هم ما فيش لغة بينه وبينهم. ما هو لازم كمان يا جماعة المناطق اللي زي ما، يعني مش هحدد مناطق، بس المناطق اللي هي ممكن الشباب يعيشوا فيها، الشباب اللي من الطبقة بتاعتنا يعيشوا فيها، لازم في كراسة الشروط ده يبقى متربي فين، معمول ايه، عشان تحطه في المكان المناسب ليه. مش هينفع يعني انا مثلا مش هروح اجيب يعني حد مثلا يعني ما عندوش اي فكر واروح حاطاه مثلا في وسط مثقفين. ما هو والعكس صحيح يا جماعه. لازم نبص للناس دي كويس قوي. ده نقاش بينا يعني، ده طبعا ملوش علاقه بشغلنا يعني. وكمان ده اللي بترجاه من الحكومه يعني. وكمان يا ريت الحكومه بقى تشوف الناس اللي ماشيه مع نفسها كده، دي بتحط الاسعار زي ما هي عايزه. يعني يبقى مكلف الشقه مثلا هنقول نص مليون ويروح يبيعها ب2 مليون، ده يتسجن. ده ما مش هينفع يعني. ده تروح له تنزل على منطقه مثلا منطقه واتيفر، منطقه الشروق، والله يا جماعه المنطقه ديت توب الشقق فيها مساحه قد كده قد كده، حضرتك هتزود جنيه هتخش السجن. خلاص حلت المشكله. خلاص هو لا هيزود فلوس ولا هيزود زفت. انما مش كل شويه يعني الشعب دوت اصله عايز يكسب وخلاص، ملوش دعوه بحاجه. هو عايز بيغلي فلوس وبيغلي زفت، واحنا مش عارفين نعمل ايه بصراحه. بس شكرا.